واول لقطاتنا النهارده من مباراه النادي الاهلي والاتحاد اللي انتهى بفوز النادي الاهلي على الاتحاد 2-1، وكان النتيجه دي ان النادي الاهلي بقى في صداره الدوري. وعشان كده جبنا لكم اللقطه دي بقى هي دي الرقصه بقى، دي رقصه صداره الدوري. النادي الاهلي بقى على قمه الدوري والكل بدأ لازم ياخد باله بقى بعد كده. اللقطه اللي بعدها بقى كمان لقطه زيزو او لقطه جمهور النادي الاهلي وهم بينادوا على زيزو عشان يشوط ضربه الجزاء. طبعا دي كانت ثقه يعني رهيبه من جمهور النادي الاهلي عشان زيزو هو اللي يشوط ضربه الجزاء. وحتى كان زيزو شافهم وعمل لهم علامه الاوكي يعني بكل ثقه كده وضحك. واللقطه اللي بعدها كمان دي لقطه زيزو وهو بيشوط ضربه جزاء. بصوا الثقه وشاطها في الحته اللي رايح لها الحارس. بسم الله ما شاء الله الصراحه على زيزو في ضربات الجزاء، هو متخصص في ضربات الجزاء. وطبعا الفرحه باينه هنا في المدرجات من جمهور النادي الاهلي. ليهم يعني الهدف زيزو بالنسبه لجمهور الاهلي ده ليه مذاق خاص. اللقطه دي بقى او الهجمه دي، طبعا النادي الاهلي كان بيعاني من الدفاع بتاع النادي الاهلي في اخر 10 مباريات دخل فيه 12 هدف. فكان دي بقى لقطه من هجمه مرتده من هجمات المرتده بتاعت الاتحاد. دي لقطه من بصوا هاني قطعه او انقذ النادي الاهلي من هجمه من هجمات المرتده بتاعت الاتحاد، وكان نجم النهارده من نجم المباراه. ودي بقى الصده دي بقى، الصده دي برضو كانت صده يعني من الشناوي، ما فيش حد يصدها الا هو. كان من نجوم برضو اللقاء. الاتحاد كان شادد حيله شويه كده في فتره من فترات على النادي الاهلي، كان واخد باله ان النادي الاهلي عنده مشاكل في الدفاع، فعشان كده كان في هجمات خطره على النادي الاهلي. ودي كانت كل لقطاتنا مع مباراتنا اليوم النادي الاهلي والاتحاد وآراء قضاء.